أي موقف صعب بيكون قدامنا 3 أبواب: باب المواجهة، باب الهروب، باب الانتصار. لكن الحقيقة دايما في باب رابع، باب مش واضح للعين لكنه موجود جوه كل واحد فينا، وهو باب الاعتراف. الاعتراف إننا مش دايما أقوياء، إننا بنتألم، بنغلط، بيجي علينا وقت بنتهز، بس برغم ده بنكمل. احنا بنفهم القوة غلط، فاكرينها السيطرة، بس هي في الأصل القبول. قبول إن مش كل حاجة نقدر نغيرها، وإن مش لازم نكسب كل مرة. أوقات بنتصرف بقسوة مش لأننا فعلا أقوياء، لكن لأننا خايفين نبان ضعاف، خايفين حد يشوف فينا الحتة الهشة اللي بنخبيها عن الكل، حتى عن نفسنا. وهنا بيجي معنا الباب الرابع، اللحظة اللي بتوقف فيها وتقول: أنا مش لازم أثبت حاجة لحد، ولا حتى لنفسي. احنا بنتربى على فكرة إن الضعف عيب. لما الطفل يبكي نقوله: ما تبكيش، انت قوي. لما البنت تتألم نقولها: ما تظهريش ده، الناس مش هتفهم. فنبدأ نكبر واحنا لابسين وش القوة، نلبسه كل يوم حتى واحنا مكسورين من جوه. في الحقيقة الإنسان ما بيهربش من الوجع، هو بيهرب من صورته في الوجع، من إحساسه بالعجز، ومن فكرة إن حد يشوفه وهو بيتألم. في علم النفس في حاجة اسمها الدفاعية الزايدة، وهي لما الإنسان يهاجم أو يبرر أو يتظاهر بالقوة عشان يخبي خوفه. لما حد يقولك: أنا مش محتاج حد، غالبا هو أكتر شخص محتاج دعم. ولما حد يرد بعصبية على أي نقد بسيط، مش دايما لأنه شايف نفسه صح، لكن لأنه مش قادر يتحمل فكرة إنه غلط. الدفاعية دي بتتكون لما نحس إن وجودنا مهدد، أو إننا هنتحاكم أو هيتقال علينا ضعاف، فنرد بسرعة، نبرر كل حاجة، نقطع الكلام، نحاول نسيطر على الموقف بأي طريقة. لكن الحقيقة كل دفاع زيادة بيكشف الخوف اللي وراه أكتر، زي ما تكون بتبني سور عالي، بس من كتر ما هو عالي الناس كلها عارفة إنك مستخبي وراه. الباب الرابع هنا بيقولك: مش لازم تدافع دايما، جرب تسمع بدل ما تبرر، جرب تعترف إنك غلطت بدل ما تشرح ليه حصل كده، جرب تقول أنا متضايق بدل أنا مش فارق معايا. مرة واحدة سألتني: هو الضعف عيب؟ قلت لها: لأ، الضعف مش عيب، بس التظاهر بالقوة دايما هو اللي بيوجع. اللي بيكسرنا مش الموقف، اللي بيكسرنا إن إحنا بنحاول نمشي منه وكأننا ما تأثرناش. في قصة صينية قديمة بتحكي عن محارب كان بيكسب كل معاركه، بس كان بيبكي كل مرة بعد النصر. ولما سألوه ليه، قال: كل مرة أنتصر فيها على حد بخسر جزء مني. هو ده الباب الرابع، الاختيار إنك ما تكونش دايما في حرب. في بنت كانت في الجامعة دايما تضحك، كل حاجة بتعديها بخفة دم. أول ما حد يسألها: مالك؟ تقول: ولا حاجة، أنا تمام. كانت بتخاف تبين إنها متضايقة، لأنها شايفة إن الحزن ضعف وإن الناس هتبعد لو شافوا دموعها. بس في مرة بعد امتحان صعب قعدت لوحدها على السلالم وانهارت من البكا، مش من الامتحان، من التعب اللي كانت بتحوشه جواها بقالها شهور. ساعتها اكتشفت إن اللي كان مخليها تضحك على طول مش السعادة، لكن الدفاعية الزايدة. ساعات الضحك بيكون درع، والهدوء بيكون استسلام، بس الاعتراف بالمشاعر هو ده الباب الرابع. مدير في شركة كان دايما عصبي جدا، يرد بقسوة، يرفض أي نقد، كل الناس شايفاه مغرور وصعب. لحد ما في يوم واحدة من موظفاته قالت له: انت مش بتخاف تغلط، انت بتخاف الناس تشوفك غلط. الكلمة دي كسرت الحاجز اللي كان مستخبي وراه. اكتشف ان العصبية مش طبعه، دي طريقته في الدفاع عن نفسه. كان طول عمره حاسس انه لازم يكون الافضل، لان ابوه كان بيقوله: القائد عمره ما يغلط. في ناس بتهاجم عشان ما يتحكمش فيهم حد، بس في الحقيقة اللي بيهاجم دايما هو أكتر واحد مش حاسس بالأمان. في علاقة حب طويلة كانت هي دايما بتحاول تثبت إنها قوية، كل مرة تحصل مشكلة تقول: مش فارق معايا. كل ما يتأخر عنها ترد ببرود، كل ما يبعد تحاول تبين إنها بخير. لكنها كانت بتنهار كل ليلة بعد ما تقفل الموبايل. وفي مرة قررت تمشي، مش عشان انتقمت ولا عشان زهقت، لكن لأنها فهمت إنها بتعيش طول الوقت تحاول تثبت إنها مش ضعيفة. المشي هنا ما كانش ضعف، كان شفا، لأنها اختارت الباب الرابع، إنها تسيب الموقف تحافظ على نفسها بدل ما تثبت نفسها. طفل رجع من المدرسة بدرجة قليلة، أول حاجة قالها:
المدرس ظلمني، مش لأنه بيكذب، لكن لأنه مش قادر يتحمل فكرة إنه غلط، لأن كل مرة بيغلط فيها بيتعاقب أو بيتريقوا عليه، فكبر وهو متبرمج إن الاعتراف يعني ألم. ولما كبر بقى كل ما حد يواجهه بخطأ يهاجم على طول. الدفاعية الزايدة مش بتبدأ على كبر، بتبدأ من أول مرة حد ما سمعناش وإحنا بنحاول نفسر نفسنا. في كل نقاش كانت لازم تكون آخر واحدة تتكلم، ولازم تثبت إن رأيها صح. لكن في مرة صاحبتها قالت لها: كل مرة بتكسبيني في الكلام بخسرك شوية من قلبي. الكلمة دي وجعتها أكتر من أي نقاش، فاكتشفت إنها بتحاول تكسب عشان تحس إنها مسموعة، بس اللي محتاجة تسمعه فعلا كان جواها مش بره. ساعات بنحاول نكسب الجدال عشان نعوض وجعنا القديم، مش عشان نثبت فكرة جديدة. القصة الجاية دي هتحبوها قوي. كان اسمه آدم، شاب عادي جدا، لكن جواه حاجة اتكسرت ومحدش خد باله. أول قصة حب عاشها كانت وهو في الجامعة. بنت خلته يحس إنه أخيرا مهم، كانت بتكلمه طول الوقت وتهتم بيه وتقوله كلام عمره ما سمعه من حد. ولما حبها بجد اختفت، ولا تفسير ولا وداع، بس وجع كبير جدا خلى قلبه يقفل وعقله يتغير. بعدها قرر إنه مش عايز يتوجع تاني، بس بدل ما يواجه الوجع بدأ ينتقم، مش منها هي، لكن من كل واحدة شبهها حتى لو ما كانتش عاملة حاجة. بدأ يتعرف على بنات كتير، كان يقول نفس الجمل، يضحك نفس الضحكة، يوهمهم إن هو بيحبهم، ويستنى اللحظة اللي يحبوه فيها فعلا عشان يسيبهم. كل مرة كان بيمشي فيها كان بيحس بارتياح لحظة، بس بفراغ بعدها. كل مرة يقول أنا كده انتصرت، بس بعد شوية يحس إنه خسر أكتر. هو ما كانش بيدور على الحب، هو كان بيدور على نفسه اللي اتوجعت أول مرة، بس بدل ما يعالج الجرح فضل يوزعه على ناس ما أذتهوش. كل بنت كانت بتقع في حبه كانت بتاخد حتة من الوجع اللي هو مش قادر يواجهه، زي اللي بيحرق الناس بالنار اللي كانت مولعة فيه زمان. ولما قابل بنت مختلفة فعلا، بنت حست بيه بصدق، معرفش يحبها، خاف. خاف يصدق إن في حب مش مؤذي، وخاف يفتح الباب اللي جواه، الباب اللي لو فتحه هيشوف وجعه الحقيقي. فهرب، مش منها لكن من نفسه. ده مثال حي على الدفاعية الزايدة. ساعات بنهاجم، بنجرح، أو حتى بنخدع، مش لأننا أشرار، لكن لأننا موجوعين ومش قادرين نعترف. آدم لو كان وقف لحظة وقال لنفسه أنا اتأذيت وأنا محتاج أتعالج، كان ممكن يكسر السلسلة دي. اللي يخليك تبان ضعيف لحظة هو نفسه اللي هيخليك أقوى على المدى الطويل، لأن القبول دايما أقوى من المقاومة. جرب تعمل تجربة بسيطة مع نفسك. لما حد يضايقك قبل ما ترد خد نفس واسأل نفسك: هل أنا برد عشان أوضح ولا عشان أثبت إن أنا مش ضعيف؟ في الغالب 80% من ردودنا سببها الدفاع مش الفهم. لو قدرت تلاحظ ده أنت بالفعل فتحت الباب الرابع، لأن الباب الرابع مش تصرف، هو وعي. هو اللحظة اللي بتوقف فيها قبل أي رد فعل وتختار تكون أهدى وأصدق وأقرب لنفسك. القوة مش في إنك تنتصر، القوة في إنك تفهم نفسك. القوة مش في إنك تكسب النقاش، لكن في إنك تخرج منه من غير ما تخسر هدوءك. في النهاية، مش كل باب مقفول معناه نهاية، بعض الأبواب محتاجة لحظة صدق بس عشان تتفتح. اختار دايما الباب الرابع، باب الاعتراف، باب القبول، باب أنا مش كامل بس حقيقي. دي كانت نظرية الباب الرابع، عن المرات اللي حاولنا فيها نثبت إننا مش ضعاف، فاكتشفنا إن القوة عمرها ما كانت في الصوت العالي، لكن في القلب الهادي اللي اختار يفهم بدل ما يدافع.